ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بقى. تم صحه كده واحسن حال يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا. جيت لكم بقى فيديو جديد وروتين جديد من أميرة، ان شاء الله هيعجبكم. طبعا الفيديو اللي فات انا كنت عامله معاكم تنظيفات كده في الشقه وروقت وكده، بس ما كنتش عملت غرفه النوم خالص. كان عندي بقى شويه غسيل كده لميتهم ودخلت بقى على الغرفه، قلت ايه اغير بقى الفرش بتاعها واطبق الغسيل كده واظبطها. دخلت بقى كده على الغرفه، بدات اطبق الغسيل. ما كانش عندي غسيل ياما قوي يعني، بس قلت ايه بما اني هروق الاوضه فبحب الم الغسيل من على الحبل وادخله اللي عايز يطبق يعني في الاوضه دي بدخله كله، عشان وانا بروقها. طب وانا بروق الاوضه طبق الغسيل. طبقته بقى كده كله وهبدا ارصه كده في الدولاب. وبعدين هشيل بقى الفرش بتاع السرير ده. انا كنت فرشه معاكم المفرش اللي هو الكشمير ده بالخدات بتاعته، بس قلت بقى كفايه عليه كده. هشيله كده وافرش بقى ملاية عادية واطلع كوفرت نتغطى بيها شوية لحد ما ايه الجو يبدأ يسقع كده، ونبقى نطلع بقى ايه حاجة تقيلة، لأن الجو باين عليه مش عايز يسقع. حابة نحسه سقع وحابة يرجع يبقى حر تاني، فمش عارفين بقى هيرسى على ايه. شلت بقى كده الملاية وطلعت ملاية نضيفة، هبدأ كده افرشها على السرير. إيه هبدأ بقى افرشها على السرير كده. استنوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله هيعجبكم قوي. جوزي بيسافر يعني بيشتغل في القاهرة واسبوع ويجي يقعد معانا كده هنا يومين، فانتظروا بقى الفيديو الجاي. هعمل له شويه حاجات كده ياخدها معاه، وهحضر له الشنطه معاكم. انتظروا بقى الفيديو الجاي هيعجبكم قوي. هقول لكم على افكار حلوه قوي لو انت جوزك بيسافر مثلا تعملي له حاجات يفطر بيها. لان صعب ان هو ياخد معاه اكل غدا وكده، لان المسافه بتبقى طويله عشان ما فيش حاجه تبوظ وكده. فهنعمله حاجات كده خفيفه للفطار. انتظروا بقى الفيديو الجاي هيعجبكم قوي. خلاص بقى كده فرشت السرير، وهبدا اشيل بقى الخداديات دي وافرش الخداديات بتاعت طقم السرير ذات نفسه يعني. ففكيت التانيين دول، وفي واحدة اتقطعت مني فقلت لما اغسلها بقى وتنشف هبقى اخيطها قبل ما اشيلها. لبست بقى المخدة دي وهلبس كمان المخدة التانية، وهرجع كل حاجة كده مكانها. لو انت بقى اول مرة بتشوفيني وقفي كده الفيديو وانزلي اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس على الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه وتكوني اول واحدة بتشوفيه. ولو انت مش مشتركة معايا في القناة يا ريت تنوريني ستيكر بلايك وكومنت حلو زيك، عشان اللايك والكومنت بيشجعني نعمل فيديوهات اكتر. كده خلاص بقى خلصت السرير. هبدأ بقى كده امسح ال الاتنين كومودينو كده. هشيل بقى المفارش كده وابدا ابخ من المعطر ده اللي مش معطر، الجلانس اللي انا حاطه عليه معطر انا قلت لكم عليه في الفيديوهات اللي فاتت. هبدا بقى امسح بيه كده العفش كويس قوي وارجع بقى كل حاجه مكانها، وامسح كمان الكومودينو التاني وكمان السراحه. اشيل بقى كل اللي عليها انا كده مع نفسي وهمسحها. وكمان نستمسح الخشب بتاع السرير فهمسحه معايا كمان بالمره عشان يبقى كل حاجه في الاوضه نظيفه. ومسحته كده خلاص بقى. هبدأ بقى أكنس الأرض وألم الأول هلم الأول الفرش اللي أنا شيلته ده وعلى الغسالة كده على طول. مش بحب أركن الغسيل خالص. أنا ساعات يعني بشغل الغسالة على طقمين بتوع العيال، فأنا مش بحب يبقى عندي غسيل خالص، فبحب أول بأول كده أغسل الغسيل. رحت بقى كده شغلت الغسالة وبدأت كده بالمكنسة بقى أشفط كده السجاد وأنضفه كويس قوي. وبعدين هبدأ بقى أمسح الأرض تحت. مش بشيل السجاد يعني، انا بمسح الحتت بس اللي باينه دي. وهي كده خلاص ابقى خلصت الاوضه. هاخد معايا كمان الطرقه بالمره بالمكنسه بالكهرباء كده، عشان يبقى الجنب ده كله. طبعا الجنب اللي بره كان كله نضيف والحمام وكله كان كله نضيف، كان فاضلي بس الاوضه لان عيلي بيصحوا متاخر. بكون انا خلصت الشقه كلها، فبكسل بقى عنها. بقول ايه كده كده هنناموا بالليل، خليها بكره اعملها شويه على الوضع ده. فقلت لا طالما العيال صحوا بدري اخلصها بقى كمان. دخلت بقى على المطبخ كده احضر الغدا. انا هعمل حاجه كده سريعه كده وخفيفه. جبت عيش كده كايزر وبدات افتحه. بدات افتح العيش كده كله. انا بحب افتح العيش بالمقص. طبعا كل واحد وليه طريقه، بس انا بحب افتحه بالمقص بيسهل عليا يعني. فتحت الكميه كلها. وطبعا كنت حاطه بطاطس على النار بتتحمر، وكنت حاطه في الفرن برجر. انا جايباه جاهز يعني، فانا مش بحب اعمله في الزيت خالص ولا على بوتاجاز اصلا. لا انا برصه في صينيه وبدخله الفرن على درجه حراره كده هاديه. بيستوي كويس ومش بينشف وبيطلع طري كده وجوسي، بيبقى حلو قوي. جبت بقى العيش قلت ادهنه كده كاتشب لحد ما ايه البرجر يطلع من الفرن كده.
خلاص بقى كده هدهن العيش كله بنفس الطريقه، وكانت البطاطس كمان على النار. هنا كنت خلاص خلصته، هبدا اطلع بقى الصينيه من الفرن. زي ما انتم شايفين انا بجيب جبنه شيدر اللي هي القالب الكبير، وابدا اقطعها شرايح رفيعه، واول ما البرجر يبدا يستوي بحط على كل واحده شريحه من الجبنه. فاهمين قصدي؟ بتسيح بقى كده في الفرن، وبطلعها على طول على على الساندوتش على طول. احنا مش بنحط ولا خيار ولا طماطم ولا كل الحاجات دي، مش بنحبها. انا بحط بس بطاطس اهو. انا بطاطس المحمره مقطعاها كده برضو حلقات كبيره، وهبدا احط بقى كده على على الساندوتش، وبعد كده اغطيه، وهبدا برضو احط من فوق الوش تاني كاتشب. وكده خلاص اكله حلوه جدا وسريعه وسهله، وبجد هتعجبكم قوي، جربوها. خلاص كده كنت خلصت بقى، ابدا احط كده كاتشب تاني من فوق الوش، عشان احنا بنعشقه الكاتشب. وكده اكون خلصت. هعمل بقى حاجه نشربها كده مع الاكل. جبت الكوبايات وهحط فيها تلج، وكنت عامله عصير عصير تفاح اللي هو الاكياس ده. بجد طعمه حلو قوي زي العصير الجهينه بالظبط. بدات افضيه كده بقى في الكوبايات. وكده كده خلاص خلصت الاكل بقى، كان حلو قوي، جربوه بجد هيعجبكم. كمان او كنت حابه بقى اكلمكم على المفارش اللي هي البيضه اللي قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هقول لكم انضفها ازاي. انا اول حاجه باخدها زي ما هي كده، بحطها في الغساله، عشان في ناس كتير قوي مش بتحب تجيبها، بتقول ان هي مش عمليه وكده. لا، انا بحطها في الغساله، احط شويه مسحوق وكلور، وبشغل عليها الغساله. واول ما بتطلع من الغساله، بس انا مش بعصرها يعني، انا بغسل وبشطف بس، واسيبها تصفي ميتها خالص، واخدها نشاش، وبعدين بتنشف وتبقى